بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ عايزين بس ببساطة كده في أقل من 10 دقايق نتكلم عن ازاي ناخد هيستوري. يعني ما ننساش يا جماعة والله إن الهيستوري ده 90% من التشخيص. يعني الحالات حتى اللي بتتعرض على الجروب أو الحالات اللي حد بيكلمنا عليها على التليفون أو يبعتها لنا: يا دكتور واحد مصدع عامل له ايه؟ يا دكتور واحد عنده كحة أديله ايه؟ يا جماعة احنا مش كده. يعني احنا مش صيادلة مثلا أو ناس واقفة في الشارع أو يعني الدنيا ما بتمشيش معانا كده، احنا دكاترة. بالتالي عندنا ايه؟ سيستم بنمشي عليه. ازاي نتعلم ناخد هيستوري حتى لما حد يجي يعرض حالة على الجروب او حد يجي يكلمنا في حالات، يقول لنا حتى يعني الهيستوري ببساطة كده. يعني فالهيستوري مهم جدا جدا وبيخليك تتجنب انك تعمل فحوصات كتيرة مثلا وتكلفة كتير على عيان، وبتبقى مسيستم الدنيا. فبالراحة كده مع بعض نشوف الهيستوري بناخده ازاي وببساطة بعيد عن بقى الكلام الدش كله. طيب اول حاجة طبعا ايه؟ اسم العيان. هنجيب القلم. اول حاجه طبعا ايه؟ الهيستوري بتاع العيان اللي هو الاسم وتاريخ الميلاد وعنده كام عيل، وما انساش اهم حاجه الوظيفه. بتفرق معايا في المرض بتاعه، طبيعه الاكل والشرب، وكمان ايه؟ ال- البريود او المنسز لو فيميل. طيب البيرسونال هيستوري حاجه مش قضيه بالنسبه لي. اهم حاجه بقى ايه؟ الكومبلين والبريزنت ايلنس. طيب الكومبلين بتاعتي، الشكوى بتاعتي، اعمل لها اناليسيس كويس. طب ازاي اناليسيس؟ يعني واحد يقول لي مثلا أنا عندي شيست بين. اول حاجه الوجع ده، يعني احنا طبعا عارفين الاسطمبه اللي هي اونست كورس ديوريشن وات انكريز وات ديكريز. طيب فانا بالنسبه لي الوجع ده جالك امتى؟ بيزيد بايه؟ بيقل بايه؟ ايه اللي بيقلله بيزوده؟ مع اعراض تانية. ما انساش اهم حاجه ان انا لا العرض بتاعي احطه في سيستم معين. مثلا الشيست بين ده خليه تبع الكارديو مثلا، ابدا اسال على بقيه السيمتومز بتاع الكارديو. رجلك ورمت، عندك بتقوم بالليل مش قرقان، عندك بتنام على كام مخدة. تمام. مثلا اي حاجة في الجي اي تي مثلا، وجع، يقول لك انا عندي وجع في البطن مثلا، وسألت الوجع ده زاد امتى وقل امتى اشوف بقية السيستم معاه امساك، معاه اسهال، معاه ترجيع. آم، وارجع اقول بقية السيستم تاني، زي ما مثلا عندي جوندس مثلا اشوف عنده لور ليمب اديما برضه. فانا بالنسبه لي بالراحه كده، لو جبت الورقه ديت انا باخد بيرسونال هيستوري. بيرسونال. تمام. ودي ما حدش يختلف عليه. باجيب الشكوى بتاعتي. الشكوى بتاعتي حاجتين، نفس السيستم. يعني انا اخليها 3 حاجات. بجيب اللي بعمل اناليسز ليها، ايه بيزودها ايه بيقللها، الحاجات دي كلها. وبسأل على بقية السيمتومز في نفس السيستم، سيم سيستم. وارجع ايه؟ اسأل على اذر سيمتومز. اذر سيمتومز بتاعت السيستم التاني. يعني مثلا انا واحد دلوقتي السيستم ده خاص بالكارديو مثلا، ارجع اسال على الجي اي تي، واسال على الشيست، واسال على النيورو، واسال على الروماتولوجي، واسال على الهيماتولوجي. الحاجات ديت ببساطه خالص. اما واحد يقول لك انا عندي كحه، الكحه دي بتزيد امتى؟ بتقل امتى؟ بتدخن ولا لا؟ معاها بلغم ولا لأ؟ البلغم ده لونه قد ايه؟ كميته قد ايه؟ وانت نايم بالليل علاقته بالنوم ايه؟ بتقوم شرقان بالليل؟ بتنام على كام مخدة؟ ترجع تقول تاني آه، اي حاجة تانية خاصة بالشيست، اي اعراض تانية خاصة بالشيست. تيجي تجيب اعراض تانية خاصة بالكارديو، خاصة بالجي اي تي، خاصة بالنيورو، خاصة بالهيماتولوجي. فانا بالنسبه لي ببساطه البيرسونال هيستوري. بعد كده ممكن واسال على طبيعه الشغل بتاعته في البيرسونال هيستوري. انت ممكن يكون واحد كحه وشغال في مصنع جير مثلا او حجر جير، حاجه في الجي اي تي مثلا، وواحد عنده مغص في بطنه، طبيعه الاكل، وقاعد في صحراء مثلا، او بيشرب ميه بطريقه معينه فعملت له اعراض كوليك بين مثلا. واحد بياكل اكل الشارع دايما كتير، فانت بتستنبط منها الكومبلين بتاعتك هيوجهك فين. انت بتقلل الاكزامينيشن، بتقلل قصدي الانفستيجيشن اللي بتعملها على العيان. بعد ما تخلص الكومبلين تسأل عمل عمليات ولا لا، يبقى هيستوري السيرجري، بياخد ادويه ولا لا، هيستوري اي دواء ايا كان هو ايه الدواء، هيستوري امراض مزمنه ولا لا. تبدا تسأل على السيمتومز دي موجوده في العيله ولا لا، الفاميلي هيستوري. بعد ما تخلص ده كله يا باشا اعمل له اكزامينيشن، افحص كويس. امسك كل حاجه وافحصها كويس، كل سيستم له طريقه فحص معينه. بعد ما تخلص ده كله هياخد منك 10 دقايق بالظبط.
لما تيجي تعرض الحالة تقول الحالة ديت سنها كذا كذا كذا، الحالة ديت بتشتغل بالوظيفة الفلانية، الحالة ديت آه بتعاني من أمراض مزمنة كذا وكذا، والشكوى دي جت من إمتى وبقالها قد إيه، وإيه اللي زودها وإيه اللي قللها، وعلاقتها بالكومبلين التاني أو السيمتومز أو الساين التاني بتاعت السيستم إيه، وأرجع آخد أذر سيستم. أول ما عندوش مثلا جي أي تي سيمتومز اللي هي ضيارية وكونستيبيشن وترجيع وأي حاجة أي حاجة أيا كان. تمام. برجع اجيب انفي السيستم التاني، ارجع اشوف الباست هيستوري بقى، الفاميلي هيستوري، الدراج هيستوري، السيرجيكال هيستوري. الحاجات دي كلها مهمة بالنسبة لي. تمام، تفرق معاك قوي. انت حرفيا بتلاقيك طالع من الهيستوري بحوالي 90% من التشخيص. لو متشتت في تشخيص تاني معاه، خلاص تقوم عامل انفستيجيشن معين كده، خلاص كده. فلازم تسيستم نفسك. في الاول ممكن تكتب الحاجات دي في ورقه تخليها قدامك على المكتب وانت بتتعامل معايا عشان ما تنساش. تمام. ورقة زي ديت ممكن تخليها قدامك على المكتب اهي. خدها سكرين شوت يا سيدي، وامسح لك الكلام اللي على ده كله. ادي الاستيكة، امسح لك الكلام ده كله. الورقة نفسها اتمسحت. ايه تاني؟ حاول اجيبها لك. اهي الورقة اهي، خدها سكرين شوت. اهي الورقة يا سيدي. بسط الباست هيستوري، الكومبلين بريزنت هيستوري، الدياجنوز بعد الاكزامينشن اللي عملتها. الموضوع سهل خالص جدا. تمام. حتى لما نيجي نعرض حالة على بعض أو نيجي نتكلم، وخصوصا على جروب التليجرام يا جماعة، يعني انتوا بتعرضوا الحالات بطريقة سطحية شوية. عايزين هيستوري كامل عشان انا ما اقعدش اسالك طب ها عمل حاجه، طب ها بيعاني كذا، انت ترجع تسال عين تاني. ها طب عمل فحوصات، طب هات لي السيمتوم ده اتكرر عليه قبل كده، ولما اتكرر خدوا ايه، خد ايه خليه يخف، طب ايه اللي زودوا عليه، ايه اللي استجد عليه دلوقتي فالعرض ده ظهر تاني. الحاجات دي انت تسالها بحيث لما تيجي نعرض حاله ونتكلم فيها نعرف نفيدك. ما نبقاش بشكل اللي هو انا بعالج اعراض بس، الدكتور ما بيعالجش اعراض بس. فلان بيشتكي من كذا اديله كذا، صداع اديله مسكن، كحه اديله دواء كحه، عنده اسهال اديله ستريبتوكين. الدنيا ما بتمشيش كده. لازم ادور على السبب واعالج السبب عشان الموضوع ما يتكررش تاني. ده الدكتور الشاطر. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. واللي عنده استفسار على اي حاجه آه، يتواصل معايا. عندنا الاكونت بتاع الجروب، الرقم الواتس بتاعي على الجروب عندكم بتاع التليجرام، ولينك التليجرام هسيبه لكم تحت الفيديو ده للناس اللي أول مرة تسمعنا. بالتوفيق إن شاء الله.